أنا دكتور علي الجدي، وصلتني هالتجربة هذه عن السلايس تشيز، حبيت إني أجربها بنفسي. شوفوا الفيديو كامل بالرابط ويعطيكم العافية. يعطيكم العافية. وصل لي اليوم تسجيل عن الجبن السلايس، يقولون فيه ان الجبن السلايس مصنع من بلاستيك، والدليل انه اذا حرقناه ما راح يذوب نفس الجبن العادي، المفروض انه يسيح. يقولون انه تطلع منه ريحة بلاستيك ويظل معلق ما يذوب، فقلت اجربها. وهذه جبنة سلايس من ماركة معروفة جدا، ما راح اقول اسمها، بس راح نجرب ان شاء الله ونشوف بنفسنا. هذه تبطل من علبة، راح امسكها وعندي ولاعة زين، وراح اجرب. مثل ما احنا شايفين ان هي لونها يتغير، اوكي، وبدال لا تذوب قاعد نشوفها تحترق ويطلع منها نفس ريحة البلاستيك، ويمكن قاعد تشوفون الدخان ريحة البلاستيك. هذا دليل على ان هذه مو جبنة يا جماعة الخير، هذه مو جبنة. وانا قاعد اجرب التجربة هذه ولأول مرة، وفعلا شوفوا الجبنة شلون احترقت. هذا مو جبن، هذا بلاستيك، واحنا قاعد نوكل عيالنا. يعين الله. دير بالكم يا جماعة ايش تحطون في بطونكم، احترموا اجسامكم،